توكلنا على الله، والنهارده إن شاء الله هنكمل باقي وصفات بقشور البرتقال، واللي هنعمل منه زيت أو ملمع للخشب. طبعا احنا عملنا الزيت عفوا، فهنعمل منه النهارده إن شاء الله ملمع للخشب زي ما انتم شايفين. ما شاء الله حلو جدا جدا واقتصادي، وبجد النتيجة رائعة. على بركة الله، بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. توكلنا على الله. نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجه انا معايا هنا زيت زيتون، هاخد منه معلقه واحده فقط. لو مش متوفر عندك مفيش اي مشكله. ربع كوبايه من الخل بتاع الاكل العادي، خل الطعام. وهنا ده بقى زيت البرتقال، واللي احنا عملناه مع بعض في فيديو سابق اللي هو فوق عندكم في الشاشه ده. هو الفيديو اللي قبل ده على طول، ارجعوه شوفوه بالتفصيل، هيعجبكم جدا بامر الله. ومعايا كمان هنا نص كوبايه عصير ليمون على معطر، عصير ليمون بيور كده عادي، وبقيه نص كوبايه معطر. تمام. بس كده، هي دي كل المقادير بتاعتنا. لو مش متوفر عندك زيت الزيتون ممكن تستغني عنه، مفيش اي مشكلة. ان شاء الله النهاردة الوصفة تبقى حلوة جدا جدا كمان، علشان لو في خدوش في الخشب اللي عندك، في عيب وباين او كذا، ان شاء الله الموضوع ده هيعالجه بامر الله. انا عملت كده بالظبط. بتعصري الليمون، هتعصري طبعا زي ما قلنا نص كوباية، هتعصري شوية منها عصير ليمون، والباقي هتحطي منه المعطر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، ونجهز الازازه اللي احنا هنستخدمها على طول. هجيب القمع واحطه في الازازه زي ما انتم شايفين. طبعا لو ما عندكيش ازازه بخاخ زي دي عادي، مفيش اي مشكله، حطيه في اي برطمان برضو يكون ناشف تماما، وتبداي تستخدمي منه كده بالقماشه القطن، وتبلي وتمسحي الخشب بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده ضفنا ايه؟ ضفنا ربع كوبايه الخل، ضفنا عصير الليمون، وضفنا المعطر، وكمان هنضيف نص كوبايه او كوبايه الا ربع من زيت البرتقال اللي احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده، كان زيت برتقال بالقهوه. وكمان هنضيف معلقه كبيره من زيت الزيتون. كل المكونات كده مع بعضها، مفيش اسهل من كده اعتقد يعني. تمام. افضي بس كده على قد ما اقدر القمع عشان ما ينقطش على حاجه. وبعد كده بقى تقولي بسم الله، وتبدأي تغطي الإزازة بتاعتك. احنا كده عاملين كمية حلوة جدا من المعطر. عايزة اقولك الإزازة دي كانت يعني ب15 أو 20 جنيه، أنا مش متذكرة بصراحة. دلوقتي دخلت في حاجة و30 جنيه. عملناها بمنتهى البساطة. نرج 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 كويس جدا جدا عشان نمكس كل المكونات مع بعضها، وكل حاجة تختلط مع بعضها. وبعد كده تسيبيها بس شوية علشان الرغوة اللي حاصلة دي تهدى معاكي. عايزة اقولك لو هتعصري عصير الليمون زي ما انا عصرته كده، يا ريت تصفيه، عشان الالياف ساعات بتدخل في الشاليمو نفسه بتاع البخاخ، فبيعاكس وهو بيخرج. نيجي بقى على الخشب بتاعنا. طبعا انا بقالي شويه كنت مسافره عند بابا، فالشقه كانت بصراحه صعبه جدا، خصوصا ان احنا على الطريق وتكاتك وعربيات، فالتراب فظيع وبشع لاقصى درجه تتخيلوها. فالكراسي لقيتها القيم كلها معتقه اتربه بالمنظر ده. طبعا يعني اسبوع كان شديد شويه على انه الشقه تتبهدل تراب بالمنظر ده، وكمان في ناس جنب مننا بتبني، فبصراحه يعني الموضوع كان صعب جدا. بخيت زي ما انتم شايفين كده على الكرسي، وبدأت امسح بقماشة كويس جدا جدا بالشكل ده. لو عندك بقى القيم بتاعتك معقدة زي اللي عندي دي، يا ريت والافضل تجيبي الفرشة بتاعة الاسنان، تكون السنون بتاعتها او الفرشة نفسها تكون ناعمة شوية، وتبدأي تدعكي كويس جدا جدا في القيم دي، علشان لو في حاجة لازقة، في حاجة داخلة لجوه قوي، دي هتطلعها لك بسهولة. تمام. اول حاجه بتعمليها ايه؟ بتجيبي القماشه بتاعتك وتنفضي الكراسي او الدولاب او ايا كان بقى اللي انت الحاجه اللي انت عايزه تلمعيها. بتنفضيها كويس جدا جدا، وبعد كده بقماشه نظيفه وتمسحي التراب عشان يبقى شغلك على نظافه. وبعد كده بقى تجيبي ملمع الخشب اللي احنا لسه عاملينه مع بعض، وتقولي بسم الله، وتبداي ترشي كويس قوي قوي كده، وتعشقي كل مكان صغير، وكل زنقه او الحتت المزنقة دي في القيم والحلي بالذات بتبقى بتكون أتربة وبسرعة. تبخي فيها كويس جدا جدا، وتبدأي بقى ايه بقماشة قطن كده تكون حنينة، وتبدأي تمسحي وتدعكي في الخشب كده، منه تلمعيه، ومنه لو ملحمس او حاجة يعني من الأطفال او كده، ربنا يهديهم ويبارك لنا فيهم يا رب ويحفظهم. تمسحيها تنضفيها معاكي. الخل بيعقم وبيطهر. زيت البرتقال بيدي لمعة حلوة جدا جدا جدا. زيت الزيتون معاه
بيعالج اي خدوش موجودة. عصير الليمون كمان بيطهر وبيدي ريحة حلوة قوي. المعطر طبعا بيعطر، بيدي ريحة كويسة ان شاء الله يعني. دخلنا بقى على الدولاب، برضو تمسحي الاول بالقماشة وبعد كده تبدأي تلمعيه. الزيت بيخليه طول الوقت لامع زي ما انتم شايفين. بصوا ده قبل ما اعمل وده بعد ما عملت التاني، شايفين المقارنه ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقول لك اللمعه هتفضل فيه شويه كويسين، لانه الزيت اصلا بيمنع تكون الاتربه على سطح الخشب بسهوله. يعني صعب جدا انك تلاقي التراب اتجمع وانتي مسحه الخشب بتاعك بزيت. تمام. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك او سبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان كل حاجة جديدة توصلكم ان شاء الله. طبعا ده بعد ما تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا وكمان تقيموا القناة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.